بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المعارك مع الدولة العثمانية، معركة الشنفة، والآن سنتحدث عن المعارك مع المحتل الإنجليزي. وأول معركة هي معركة باهيزة. حقيقة كان ولاء العشائر للدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية هي المسيطرة، لكن عندما سيطر الإنجليز واحتل الإنجليز البصرة عام 1914 واحتلوا الناصرية 1915، فقلبت العشائر ظهر المجن إلى الأتراك، وأصبح ولاءهم تقريبا أو بدأ ولاءهم للإنجليز. لكن حدث حادث غير موقف العشائر أو هذه العشائر، وهو هزائم الإنجليز في سلمان باكا وفي المدائن، وكذلك حصار الكوت، حصار القائد الإنجليزي تاونزند في الكوت. ولهذا قررت العشائر الموجودة في الشطرة، عشائر خفاجة والعبودة وبن زيد وآل بوسعد، قررت أن تقاتل الإنجليز أو تمنع الإنجليز من المرور من الناصرية لفك الحصار عن تاونزند. وفعلا تقدمت قوة إنجليزية من الناصرية محاولة المرور عبر سويج الدتشة أو سويج الطبرية إلى الكوت، لكن العشائر كما قلت منعتها. في إحدى المرات خرجت قوة إنجليزية بقيادة القائد غورنج وهاملتون، ووجدت عشيرة أو وجدت خفاجة، قسم من خفاجة، وهم ينشرون أعلامهم، يشيعون جنازة وينشرون أعلامهم ويرمون في الهواء كعادتهم. فطلبوا منهم الإنجليز، طلبوا منهم بواسطة بعض الذين تعاونوا معهم، طلبوا منهم أن يطووا أعلامهم وأن يكفوا عن الرمي، لكنهم رفضوا. وهناك روايات أخرى تقول أن قوة إنجليزية وصلت إلى الرزاقية ووجدت شخص يحمل سلاح، ويقال أنه اسمه خليفان نعيمة من داوود، وأطلقوا النار عليه، فهب رفاقه أو مجموعة من عشيرته للدفاع عنه، وحدثت معركة وعاد الإنجليز القهقري إلى الوراء. كذلك هناك رواية تقول أن الذين بدأوا بهذه المعركة هم زيادات والشاطي، أيضا هناك رواية. لكن المهم المعركة الفاصلة حدثت في منطقة باهيزة، وباهيزة أرض منبسطة شمال الناصرية ب5 كيلومترات تقريبا تحد آل زيرج، عشيرة آل زيرج وخفاجة. فرفض كما قلت الخفاجيون، رفضوا أن ينسحبوا من المكان. ويقال أيضا والعهد على الراوي أن هناك شخص من آل بوشهاب يسمى تمن أو تبن، قال أو عمل حركة معينة، نام على الأرض وكأنه يكلم الأرض، وبعد دقيقة نهض وهو يهزج بالهزوجة المشهورة شرناها وعيت باهيزة. وآل زيرج يقولون أن هذه الهزوجة لنا، المهم هي هزوجة لعشائرنا الكريمة، سواء كان من آل زيرج أو من خفاجة فهي تحسب لعشائرنا. انكسر العدو الإنجليزي في هذه المعركة، غورنج أجنحة غورنج، وانسحب تاركا قتلاه واحتمى بأسوار الناصرية. من الحقيقة الجدير بالذكر أن نذكر موقف للشيخ علي الفضل رحمه الله، الشيخ خفاجة، كما يذكر علي الشرقي، يقارن موقفه مع موقف الشهيد كاظم صبي في النجف الذي أعدمته السلطات الإنجليزية في النجف. لأن الشيخ علي الفضل حقيقة عندما سيطر الإنجليز على العراق سلم نفسه بنفسه وقال للإنجليز: لا تثأروا من خفاجة، اثأروا مني فأنا المسؤول عن كل ما فعلت به خفاجة.
لا تثأروا من أي خفاجي. ضحى بنفسه وآثر بنفسه من أجل عشيرته. قال اثأروا مني ولا تحاسبوا أي خفاجي فأنا المسؤول. فيقارن المرحوم علي الشرقي موقفه مع موقف الشهيد كاظم صب الذي استشهد في النجف عام 1918. قال نرجع أو نعود إلى الحداي. قال الحداي الشهابي على ما يا ضبعة العري الضعيف والكوكزي تنشد عليه، شرجل يدع مرباعها تقيض وتشتي عليه. وأيضا قال الضبعة تقول للبشهاب مش شاكرين على خير كثير يحول 7 سنين. تريد البانيان تقول لحم سمين متخومة من لحم الهندو. يبدو أنه البشهاب حقيقة كان لهم دور في هذه المعركة. المهم عشائرنا الكريمة جميعا، سواء كان العبودة الشيخ خيونا العبيد الذي ترأس عبد القيس، والعبودة ورويضة البشارة الذي ترأس آل زيرج آنذاك، والشيخ علي الفضل الذي ترأس خفاجة، قاوموا الإنجليز حقيقة ومنعوهم من أن يمروا بهذا الطريق لفك الحصار عن طاونزند في الكوت. وشكرا.